السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة معسلة الله الله كما راكم تشوفوا، خبزة تاع القطايف كي ما يحب خاطركم. تجي يعني بنينة ما شاء الله، وكما راكم تشوفوا التزيين تاعها راقي بالمكسرات، يعني تحمر لك وجهك مع الضياف ديالك. هاد الوصفة يعني تقدري ديريها تمديها هكذا، جا عندك ضيف عزيز ترجعيها له، ولا جاو عندك مثلا في المهيبة تقدري تحطيها. عندك مناسبة كيما دوكا تاع المناسبات تاع الباك والبوام، هذه الحفلات تقدري ديريها وتديها يعني اللي عرضاتك تعاون بها في لاتاي عندك، يعني واش ديري بها. وصفة يعني سهلة ما فيهاش يعني مكونات بزاف، غير هكذا دوك المكسرات شوية وانتي يعني تحصلتي على حاجة يعني بطبع والشان. هنا واش عندي كمية من الكاوكاو، كنت حمصته ورحيته متوسط كما راكي تشوفي. بالنسبة للحشو تحتاجي حوالي 500 جرام تاع مكسرات أو أقل، يعني كاوكاو ولا لوز ولا خليط بيناتهم. تحتاجي سمن ذايب، عندي مزهر وعطر اللوز، وطبعا سكر وشوية تاع لافاني. انا هذا هو الكاس اللي كيلت به، اللي يرفد 220 مليلتر، كيلت به 3 كيلات. السنيوه تاعي القطر تاعها 25، ندير لي يعني 3 كيلات بهذا الكاس، تفضل لي منها شويه تشوفوا واش راح ندير بها. درت هنا 3 كيلات تاع كاوكاو قلت لكم، مع كيلة غير ربع سكر يعني عادي، انا منحبش السكر بزاف في الحلويات. عندي هنا مغرف تاع لافاني، نزيد معها عطر اللوز. قلت لكم ماذا بيا السكر نقص، هي نورمالمون 3 كيلات بكيلة، لكن انا ندير دايما 3 كيلات بكيلة غير ربع، على خاطر من بعد راح تتعسل. ماذا بينا نقصوا شويه السكر. هنا ندير حوالي 3 مغارف ولا 2 مغارف ونص تاع سمن ذايب، باش هذاك الحشو تاعنا يقعد لنا يعني طري وما يجيكش يعني يابس. خلطي مليح هاد المكونات مع بعض، دخلي هذاك السمن والسكر في هذاك الكاوكاو تاعك ولا لوز اللي درتيه، يعني ديري هكا رشات تاع المزهر، وكي شغل فتليه هكا بيديك، ما تحصليش على خليط متماسك. الحشو ديالك يكون كما راكي تشوفي مزربع كما هكذا مشمخ، بصح يعني ما يكونش مشمخ بزاف. بهذه الطريقه كي شمختي يعني الطعام مثلا. هنا عندي قطايف كما راكم تشوفوا، انا نشري دائما القطايف تاعي، دائما نشريهم ونحطهم في كونجيلاتور. اي وقت نجبد هكذايا ساشي ونستعملها، يجيك ضيف على غفله ولا تجبديها ما يصرى لها والو، تقعد هي دائما نشريهم يعني مسحت شو هذا ونخبيهم في كونجيلاتور ما يصرى لهم والو. يعني تحتاجي كيس واحد ولا كيما نقولوا احنا خبيزه هكا تاع قطايف، كاين اللي يقولها كبه تاع قطايف، كل واحد كيفاش يعيط لها. المهم ساشي هكذايا. القطايف من المستحسن تشرو اللي تكون رقيقه، باسكو كاين الخشينه وكاين هذه الرقيقه تجي شابه ومتحوفه، يعني ما في المنظر تاعها تجيك يعني شابه. بعد ما حليت القطايف تاعي مليح، رشيتها بشويه تاع السمن وشويه تاع المزهر، درت هكذا رشات خفاف. من بعد دشت يعني القطايف تاعي ما تشمخوليش كامل، نزيد يعني رشات خفيفه تاع مزهر ورشات تاع السمن كما راكي تشوفي معايا، غير رشه خفيفه هكا تاع مزهر راح تنسم لك هذوك القطايف ويجوا يعني فيهم ريحه المزهر وبنان، ما يجوش سامطين، يجوا بنان كي تذوقيهم يعني فيها البنه تاع المزهر. بعد ما يعني نحلهم مليح وندخل هذاك السمن والمزهر في القطايف تاعي، نديرهم يعني في سنيوه كما كنتوا تشوفوا السنيوه تاعي مسكينه قديمه وعندها شحال من سنه، ما قدرتش نبدلها، دائما نطيب فيها القطايف يجوا ما شاء الله. يعني القطر تاعها 25. دهنتها بالسمن. هذوك القطايف تاعي نقسمهم على زوج، ندير كميه في الاسفل والكميه الباقيه يعني نديرها من الاعلى هكذا، يعني تجي خشينه وتجي هايله، يعني فيها الحجم تاعها يجي ولا العلو تاعها يجي لاباس به. ندير هذيك النص يعني تاع القطايف تاعي في الاسفل،
نسقمها مليح، نسوي لها السطح كامل ونطلع شويه على الجوانب كما راكم تشوفوا معايا. علاه باه كي ندير الحشو تاعي من بعد ما ينحرق ليش وما يجيش يابس، نطلع هكذا الجوانب مليح بيدي باش من بعد كي ندير الحشو تاعي يجي يعني مخبي. هاوليك هنا الحشو تاعي بعد ما ريح لي شويه راح تشوفوه بلي هذاك المزهر والسمن والسكر يعني امتزجوا، وهذاك السكر يعني داب. خلطيه هكذا مليح ووزعي هذاك الحشو تاعك فوق هادوك القطايف، ما تلحقيش يعني الحشو تاعك للاطراف كما راكي تشوفي راني مخليه حوالي 1 سنتيمتر هكذاك باش الكاوكاو تاعي ولا اللوز ولا درتي لوز وجوز المكسرات اللي عندك ما ينحرقولكش يعني في الطياب. هنا درت يعني كميه لاباس بها تاع مكسرات، من بعد زدت من الفوق طبقه تاع القطايف ونضغط بيدي كما راكم تشوفوا، نضغط مليح بيدي ونسوي السطح تاع السنيوه ديالي ولا خبزه القطايف باش يعني تجي الشكل تاعها متحوف وشابه، وتاني تجي كامل بنفس السمك. من بعد نرشها هكذا ولا ندهن السطح تاعي بشويه تاع السمن باه يجي عندها لون ذهبي شباب كما راكم تشوفوا، وندخلها يعني الطيب في الفوغ على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 175 ماكسيموم. هنا كانت فضلت لي يعني شوية تاع قطايف مع شوية تاع الحشو، حبيت نديرهم هكذايا يعني قطايف ولا كيما نقولوا عش البلبل ولا هكذا انديفيدوال، درتهم في الكاس باه يجوا متحوفين. اللي عندها مثلا مول تاع كما تاع الكعيكعات هذوك اللي يجوا مفتوحين في الوسط تقدر ديرهم، وفي الوسط يعني تزيد تشبعهم بلي سوريز هذوك كونفي شويه تاع مكسرات يعني كاين من في الاسواق كاين واحد الحمامات هكايا تاع ديكور زعما عش البلبل ولا حمامه في العش تاعها، يعني في الاسواق راهو كاين الخير دراهمك برك اشري ونوعي. انا هاي اللي واش دارت لي يعني 4 كبار وحده صغيره، زدت دهنتهم من الفوق بالسمن ودخلتهم يعني يتحمروا. هنا الخبزه تاع القطايف تاعي بعد ما نخرجها هي سخونه مباشره نعسلها بالعسل هكذا. هاد العسل انا يعني درته معاكم في القناه دوك يخرج لكم في الاعلى، وصفه بزاف هايله يقعد لك اكثر من عام ما يصرالو والو. هذا يعني عنده شحال وشوفوا ما يسكر ما يصرالو والو واللون تاعو بزاف شباب. هنا انا الخبزه تاع القطايف تاعي كي كانت الطيب كي نشوفها باللي يعني بدات تتحمر لي في لي كوتي كنت نقلبها، نجيب غطاء هكذا سبيسيال يعني مخلياتو باش نقلب به في المقله ولا نقلب به في سنيوات، عندي غطاء كبير كنت نقلب يعني الخبزه تاع القطايف تاعي ونشوفها اذا من التحت راهي محمره. هاوليك يعني القاعده هاي اللي كيفاش جات، هذه القاعده تاخد يعني كيش تاخذت لي تحميره كامل كيف شعلت لها من الفوق وحمرتها، من بعد درتها في طبسي وراح نزينها بالمكسرات. هنا عندي شويه تاع الجوز شويه تاع البندق شويه نواه كاجو شويه تاع اللوز وشويه تاع بيستاش مرحي. هنا شوفوا كامل شريت يا ربي 15,000 20,000 ماشي حاجه يعني كبيره، مم يعني ما يكونش عندك كامل المكسرات قلت لك 15,000 10,000 حاجه قليله ديري بها يعني حاجه هايله. هنا في الاطراف يعني كنت درت الجوز تاعي كنت غطسته في شويه تاع العسل مخلط بجلوكوز، تقدروا تستغناو على الجلوكوز باه يعني يلصق لي هذا مكان، سينو غطسي الحبات تاعك غير في العسل يلصقولك. من بعد درت هكا طريق تاع بيستاش مرحي، تقدري ديري مام هذاك فو بيستاش هو كاوكاو يجي كولوري بالفيغ تقدري ديريه تاني عادي. من بعد زدت حبيبات تاع اللوز يعني التزيين اختياري، زدت درت طريق هكذا تاع بيستاش من بعد بندق من بعد نواه كاجو وفي الوسط يعني درت لهم ورد الشوش جات ما شاء الله. قلت لك حاجات هكا
صح لداخل درتها بالكاوكاو، بصح على برا يعني تحفتها هكا بالمكسرات وتجي مليحة وشابة وتحمر لك يعني وجهك. هاي لك هنا بعد ما زينتها. هادوك يعني القطايف اللي درتهم انديفيدوال كيف عسلتهم وزينتهم هكذا بحبة تاع جوز، تاني يجو ما شاء الله. تقدري ديريهم خبزة ولا كيما وريت لك يعني بالطريقة تاع الكاس باه يجوك يعني متحوفين اللي ما عندهاش ليمول. وصفة سهلة بسيطة وراقية في نفس الوقت. تقدري تديها للضياف، تقدري ديريها مثلا في مهيبة، في قهوة، في عرض أسبوع، في السهرات الرمضانية عندك ما تديري بها. القطايف يعني تمشي في كل وقت مع لاتاي وتجي ما شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم خلولي جيم وكومنتير، بارتاجيو لا فيديو مع أحبابكم باش تلحق الأكبر عدد من المشاهدين ويستفادوا منها كما إن شاء الله أنتم تكونوا استفدتوا من هذه الوصفة. في الآخر نقولكم تهلاو لي في روحكم وسلام.